كرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صفاء ميز نهار اليوم كل أرجاء الوطن، هذا بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي، كذلك بأقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتاسيلي، حيث انتشرت بعض السحب الرعدية. خلال هذه الليلة بحول الله سيتشكل ضباب تقريبا على طول الشريط الساحلي. إذا بالنسبة ليوم الغد نبدأها بصبيحة، حيث بعد انقشاع الضباب الأجواء ستكون بعدها مشمسة على كافة المناطق الشمالية. في أواخر النهار ستتشكل بعض السحب الرعدية المنعزلة على المرتفعات الغربية وحتى على منطقة الأوراس. تبقى الأجواء مغشاة بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي نحو منطقة الصورة، وأيضا من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي تكون مرفوقة أيضا بخلايا رعدية منعزلة. صفاء تام بالنسبة لشمال الصحراء وأيضا بوسط الصحراء وصولا إلى الجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم إذا ستتراوح من 18 درجة بالعاصمة عنابة إلى 23 درجة بوهران، 18 أيضا بتلمسان، تيارة سعيدة الجلفة، 16 بقسنطينة قلمة، 14 فقط بباتنا وسطيف. من 26 إلى 28 درجة بالنسبة لشمال الصحراء، لن تتعدى 22 درجة بتمنراست وجنات، وتقرب 32 درجة على مقياس بوسط الصحراء. خلال الظهيرة بحول الله إذا درجات الحرارة تبقى مستقرة على العموم، تقرب 30 درجة ببجاية سكيكدا عنابة، 32 درجة بالعاصمة ببومرداس، 32 بمستغانم ووهران. بالنسبة للمناطق الداخلية تبقى مرتفعة قليلا بالنسبة لتيزي وزو، سعيدة، تيارة لغاية البيض مع 35 إلى 36 درجة، لن تتعدى 30 درجة فقط بباتنا وسطيف، 37 درجة بغرداية، 38 من بسكرة نحو ورقلة، 42 درجة بإناميناس وإليزي، 34 درجة بتمنراس وجنات، تقرب 41 ببشار والمنيعة، 45 درجة على مقياس بوسط الصحراء بالتحديد بأضرار وعين صالح. البحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون من هادئ بالنسبة للسواحل الشرقية مع رياح ضعيفة تماما، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى، يكون مضطرب خلال الصبيحة على السواحل الغربية، ثم يتحول إلى قليل الاضطراب. الرياح تبقى من ضعيفة إلى معتدلة، تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية على كافة السواحل. درجة حرارة مياه البحر تقرب 23 إلى غاية 24 درجة مئوية. نختم الصفحة الجوية كالعادة بالمعلومات الفلكية، شروق وغروب الشمس، وأيضا عنوان مصلحة الأرصاد الجوية الذي يبقى في الخدمة. شكرا على المتابعة، سهرة ممتعة للجميع وإلى اللقاء.